من اول ما اتخلق الانسان وهو بيحارب. في الاول الحرب كانت على الاكل وبعدين على الارض، ودلوقتي على الراي والمعتقد، ولو حتى لايك، حتى لو اعمل حاجه غريبه زي دي علشان اللايك. السؤال دلوقتي هو ليه كل جيل بيقول كفايه حرب وبيبدا بعدها حرب جديده؟ البشر دايما بيحاربوا بعض، وده مش لانهم وحوش، لكن لانهم مش قادرين يتعايشوا مع فكره الاختلاف. هم دايما شايفين ان الاختلاف ده خطر، فانك تاخد حذرك مني بانك تقوي نفسك، او ان انا اخد حذري منك بان انا اقوي نفسي، فلا. ازاي انت تبقى مختلف عني او ان انا ابقى مختلف عنك؟ فيلا نخش حرب. العقل البشري زمان اتبرمج على النجاه، اي حاجه مختلفه تبقى تهديد، والتهديد يبقى هجوم، والبرمجه دي اكيد انت شايف لسه شغاله لحد النهارده. بس بدل ما نحارب بمقشه ولا بقله نخبطها على دماغ بعض، بقينا بنحارب دلوقتي على السوشيال ميديا. العلماء بيقولوا ان العقل البشري متقسم لمنطقتين هم اللي بيحكموا اللعبه ببساطه، منطقه مسؤوله عن الخوف ومنطقه مسؤوله عن التفكير والمنطق. اللي بيحصل ان الخوف بيسبق المنطق بثواني، يعني مجرد ما تشوف شخص بيفكر بشكل مختلف عنك شويه، هوب العقل ده عدو هاته بشكل تلقائي، فتبدا تهاجم من غير حتى ما تحاول تفهم. الحروب الكبيره كلها بدات كده، وحتى الخلافات الصغيره نفس الميكانيزم بس باسلحه مختلفه شويه. واحد بيحارب بمقشه او بمدفع شتيمه، والتاني بيحارب بنووي. بص حواليك هتلاقي ناس بتحارب عشان دينها، ناس بتحارب عشان رايها، وناس بتحارب عشان عدد المتابعين. زمان كنا بنحارب عشان نعيش، دلوقتي احنا بنحارب عشان نحس اننا موجودين، وبعد ما نحس اننا موجودين نحارب عشان نثبت ان احنا اقوياء، كأن كل واحد فينا بيقول على نفسه انا في الساحه واقف لوحدي. فلو فكرنا بشكل منطقي هنلاقي ان المشكله مش في الحرب، المشكله في الفراغ اللي جوانا اللي بيخلينا ندور على عدو ونكسر بيه الصمت. البشر عمرهم ما هيبطلوا حرب، بس اللي يقدر يبدا بالتغيير هو اللي يختار ان هو يسكت الاول. لما تقف كده لحظه وتقول مش لازم اكسب، كفايه افهم، ساعتها الحرب الوحيده اللي هتفضل هي الحرب اللي جواك.